المحور الرابع النهارده هنتكلم فيه اخطر مرحله بقى بيمر بيها المشروع بتاعك. مرحله مفيش فلوس دخلت واحنا لسه بنصرف. المرحله دي كلنا بنعيشها في بدايه مشروعاتنا، ودي حقيقي يعني هي اخطر لحظه نفسيا وماليا، وضغط كبير جدا جدا على اصحاب المشاريع. لو عديتها باقل مصاريف ممكنه هتكسب اطول فتره للتجربه. فالهدف هنا ان انت تصرف بحكمه وبذكاء شديد جدا 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 جدا، ويكون لك مصادر كتير من الدخل والاستثمار في الفتره دي، علشان ما تعيش الضغط النفسي والعصبي في بدايه المشروع، وان انت بتقوم المشروع ولسه بتوجد زباين او بتوجد عملاء او كده. المحور الخامس والاخير معانا في الحلقه النهارده التوزيع الذكي لاول ميزانيه كده هنقولها مع بعض كده في مثال سريع. لو معاك مثلا 100,000 ايا كان العمله، يعني 100,000 جنيه 100,000 ريال ايا كان، فالتقسيمه الصح او الاقرب الى الصح اللي انت تقدر تعملها ان انت 40% هتحطها تسويق واختبار. تختبر المنتج وتروجه وتسوقه، عشان هم دول اللي هيختبروا المنتج ويدوك فيدباك. فدي 40% من المبلغ ده رايح في الحته دي. 30% تشغيل اساسي، زي ما قلنا الفريق الصغير والمصاريف الصغيره على البرودكت والمصاريف الصغيره على الخدمه، دي 30% من الدخل بتاعك. 20% هتحطهم على الجنب، حاجه اسمها احتياطي طوارئ، دي اللي هتديك النفس الاطول شويه. و10% دايما خليها على جنب، دي للتطوير وللتحسين، مش العكس. يعني خليك دايما ماشي كده، مش العكس. ليه بقول مش بالعكس؟ الناس تحط في دماغها ان 10% دي هتبقى التسويق، و20% يعني ياخدوا كل اللي قلناه ده ياخدوه بالعكس بالنسب. لا، هو بالعكس من فوق. انت محتاج في الاول ان انت تصرف ال 40% دي على ان الناس يوصلها المنتج ويوصلها الخدمه، لان هو ده الحكم الحقيقي على النجاح من عدمه. انت وصلت للناس فقالوا رايهم، فيا اما المنتج او الخدمه دي رائعه جدا، او ادوك فيدباك فانت هتطور، او وحشه ومش مطلوبه ما بتحلش المشكله. فانت على الاقل هتبقى خسرت 40%. خسرت يا سيدي 40 وال30 بتوع التشغيل، خسرت 70%، ما خسرتش ال 30% الموجودين. او ال 30% يساعدوك في ان انت تحسن وتطور، او حتى تعيد صياغه المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك بشكل او باخر. مشروعك مش بيموت بسبب نقص الفلوس. صدقني اللي اكتشفته فيما بعد تجارب كتير وفشل كتير في حاجات كتير، المشروع فعلا مش بيموت بنقص الفلوس، بيموت دايما بسوء ادارتها وسوء تخطيطها من البدايه. فاعقل المصاريف كويس قوي قوي، وبعدين توكل، وان شاء الله ربنا يوفقك. واشوفكم في الحلقه الجايه من عليه وتوكل. يلا، سلام عليكم.